صحابي جبت لكم ترند السمبوسه او السمبوسك حسب انتوا بتقولوا لها ايه بطريقه هيلثي، وانا مش ناسياكم اكيد هجيب لكم الطريقه اللي بالكادبري اللي عملتها كلها بالتفصيل ان شاء الله الفيديو اللي جاي، فما تقلقوش انا مش ناسياكم. وده الطريقه اللي انا هعمل لها بيها بالفيرجن الهيلثي. فكل اللي احنا نحتاجه ان احنا هنجيب لفه السمبوسه بتاعتنا، وبعدين نبدا ننزل عليها بالخليط الشوكليت اللي احنا عملناه. تقدروا تجيبوا هيلث سبريد جاهزه وتحطوها وتحط لها شويه مكسرات، او تقدروا ان انتوا تجيبوا شوكولاته خام. انا وريتكم الاتنين في بدايه الفيديو. ممكن تجيبوا اي شوكولاته خام وتحطوا لها شويه مكسرات، تحطوها مع اي زيت جوز هند او اي ماده دهنيه عندكم في الميكرويف شويه، تبقى معاكم احلى شوكليت سبريد. وطبعا هتكون هيلثي جدا واكيد هتكون سوبر تيستي. بعدين هنبدا بقى نحط لها اي مكسرات احنا حابينها، زي ما قلت لكم ممكن نحط لها فول سوداني، ممكن نحط لها بندق. ده شكلي وانا بلف السمبوسه، عملتها لكم بطريقه سهله، وانا ما بحبش احط لها دقيق ولا حاجه عشان الزقها، بعمل لها جيب كده زي ما انتم شايفين وابدا احطه فيها. الطريقه دي حلوه قوي وعمرها ما بتفك مني، وما بضطرش ان انا احط لها اي حاجه تلزق بيها. هنا بقى قررت ان انا ادلعها شويه واحط لها شويه جوز هند عشان اغير منها، وانتوا مش هتحتاجوا اكتر من معلقه صغيره لان هي حرفيا تبقى كتير قوي جوه السمبوسه. هوريكم دلوقتي ازاي الشوكولاته هتخرج منها، وهبدا اوريكم برضو طريقه نفس الطريقه اللي بلف بيها. فشوفوا اللفه احنا بنعملها كانها شكل مثلث كده، وبعدين نبدا ان احنا نحطها في الجيب بتاعها، ودي تكون الطريقه اللي احنا بنقفل بيها بدل ما نحط لها اي دقيق او اي حاجه نقفل بالسمبوسه. ده كده شكلي وانا بلفها زي ما قلت لكم. زي ما وريتكم كده ازاي الشوكولاته خرجت منها، فما تزودوش ابدا عن معلقه صغيره. انا بقى كان في لفه منها مش مظبوطه شويه، فقررت برضو ان انا اعملها عشان اوريكم ان مهما كانت السمبوسه طالعه معايا بنقدر نلفها عادي. ده كده شكلهم قبل ما احطهم في الاير فراير. ايوه زي ما سمعتوا كده انا هحطها في الاير فراير على درجه حراره 200. بس خلوا بالكم لان هي بتستوي بسرعه جدا، فكل شويه بصوا عليها. هنا بقى هبدا احط لها شويه زيت، انا اخترت زيت زيتون، هو طعمه مش هيبان خالص، ولو حابين ممكن تحطوا اي نوع ماده دهنيه زي ما انتوا عايزين. هنا بقى وانا بدخلها في الميكرويف حرفيا ما بتاخدش ثواني، فخلوا بالكم منها كويس جدا. وهنا بقى شكلها بعد ما طلعت بجد شايفين لونها فظيع جدا، وما احتاجناش ان احنا نقليها في الزيت. ده كده كان شكلها قبل ما ادخلها في التلاجة او في الفريزر. بس للاسف ما لحقتش اصورها لكم عشان اتاكلت، وانا هعمل لكم الفيرجن بتاعها طبعا اللي بالكادبري اللي هتشوفوه في اخر الفيديو. فاستنوه في الفيديو اللي جاي، وحاجه كده سوبر تيستي بالهنا والشفا وبون ابيتي. اشوفكم في وصفه تانية.